سلام، متعودين اننا نطيبوا الدنجال او الزعلوك بالطريقه التقليديه المغربيه في الكوكوط. كيطيب بسرعه وكيجي لذيذ، ولكن الا طيبنا بها الطريقه هذه فكيجي ألذ. غناخدو الدنجال، من بعد ما نغسلوه غادي نقطعوه لقطع صغيره. ممكن انكم تخليوه بالقشور ديالو، ممكن انكم تشويوه وتزولوا ليه القشور، كيف ما ممكن انكم تحيدوا ليه القشور ديالو بشكل عادي. هنا خليناه بالقشور ديالو. غادي نديروه في الطاجين، غادي نضيفوا ليه شويه الماء ماشي بزاف، الطاجين هنا كيشرب، فغادي نضيفوا ليه غير شويه الماء. غادي نضيفوا ليه بالنسبه للتوابل والقوام ديالو. غادي ناخذوا واحد جوج مطيشات كبار محكوكين، المعدنوس والقزبر، 3 الفصوص او 4 كبار ديال الثومه محكوكين، كميه ديال الزيتون والحامض مصير. بالنسبه للتوابل غادي نضيفوا ملعقه ديال التحميره، ملعقه ديال الكمون، ملعقه سكينجبير، الملح، ملعقه خرقوم بلدي، وملعقه ديال البزار. بالنسبه للحار اللي باغي يضيف الهريسه ممكن انه يضيفها. فغادي نضيفوا هاد المكونات، غادي نضيفوا واحد المغرفه تقريبا ديال الزيت، زيت المائده او زيت الزيتون، كتبقى على حسب الرغبه والمتوفر. من بعد كنسدو على الطاجين، كنطيبوه على المهل، كياخد وقته في الطياب. من بعد ما كيطيب كنقدموه بالصحة والراحة. ممكن انه يكون كمقبلة، ممكن انه يرافق مجموعة من الاطباق المغربية. وصلنا لنهاية الفيديو، ونتلاقاكم في وصفة جديدة ان شاء الله. دمتم في امان الله.